يا مساء الفل، عاملين ايه؟ طبعا حوار بقى انك يعني عارف انت اللي هو بتعلم، وفي في حاجات كتير بتعليقات كده بتيجي على القناه بتاعت فزلوك اللي هو ايه. طب بص، هو انا اتعلم ليه لما بنزل فيديو بقى عن التعليم او كتابه الباراجراف، او ان انت مثلا تطور نفسك في كورس معين او تاخد حاجه معينه. فبلاقي ناس بقى اللي هو ايه في الكومنتات كده من تحت خالص: اتعلم ليه في وطن ضايع؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف ليه. ليه اعمل ده كله ليه واتعلم ليه بقى؟ ما خلاص بقى، ما سيبك من التعليم يا عم والكلام ده. ويعني نوعا ما انا يعني متفق في سيكه من التفكير، بس لو انا مشيت ورا التفكير كله فده هيضيعني تماما، ومش هيخليني اصلا اهتم باي شيء انا بعمله، وهيخلي كل حاجه ضايعه. تمام. فخلينا نتفق ان انت كطالب في ايدك حاجات كتير جدا تقدمها للقضيه بقى. اول حاجه ان انت تنشر الوعي بين الناس اللي حواليك، بين اخواتك، بين قرايبك، من اخواتك الصغيرين، الناس الاطفال اللي موجوده في العيله، فانت بايدك ان انت تنشر الوعي ده. تاني حاجه ان انت تقاطع، يعني دي كلنا احنا بنعرف نعملها الحمد لله، يعني ان انت تقاطع، ودي اقل حاجه انت ممكن تقدمها. يعني حوار المقاطعه ده انا مش متفق معاه في نقطه تانية، ان هو ودانا ان احنا بقينا سايبين القضيه وسايبين كل حاجه، والناس دلوقتي حرفيا سايبه حياتها كلها وبتدور على المنتج الجديد. دي مش افضل حاجه انا احب ان انا اوصل ليها. ادعم منتج بلدك، وادعم الحاجه بتاعت بلدك والبلد بتاعتك بتصنعها، ولكن عارف انت اللي هو ايه، انا كنت مع صحابي كنا بنلعب ماتش كوره، فحرفيا لففوني البلد كده علشان يجيبوا منتج جديد او يجربوا مشروب جديد. اللي هو يا جماعه احنا اولى بالوقت ده. الوقت ده كنا عملنا فيه حاجه مهمه، او كنا قعدنا مثلا قرانا اي حاجه وعملنا اي حاجه. فالموضوع فعلا مش هزار، او مش مجرد ترند كده ومعدي وخلاص. فدي بس النقطه بتاعت المنتج الجديد او المشروب الجديد. يعني ده من وجهه نظر انا طبعا، يعني كل واحد له وجهه نظره. ممكن يكون متبني وجهه نظر بناء على حاجات معينه هو قراها، او حاجات هو شافها، او ناس اتكلمت في المواضيع دي، ولكن دي وجهه نظري. عشان هم فعلا لففوني البلد كلها علشان مشروب. يعني اللي هو ليه؟ طيب ما انا اصلا كده كده مش هشربه. يعني بعد ما رحت وبعد ما وقفنا في كذا سوبر ماركت بيقولوا لي نجيب لك مش عارف ايه، قلت لهم لا مش هشرب. انا مش هشرب المشروب ده، بس انا لفيت معاهم عادي مفيش مشكله. بس هي الفكره كلها ان احنا ما نسيبش ال الهدف اللي احنا عاملين الموضوع ده كله عشانه، اللي احنا استغلينا السوشيال ميديا علشانها، ونجري ورا نقطه اللي هو ايه، ده مشروب بلدي وادعم مشروب بلدي والكلام ده. ادعم يا باشا واعمل كل اللي نفسك فيه، بس برضه خليك مركز على الهدف الاساسي. وبرضه نرجع ونقول تاني، انت كطالب في ايدك حاجات كتير جدا ان انت تقدمها. زي ما قلت لك تنشر وعي، تدعم المنتج بتاع بلدك، انك تتعلم وتاخد نيه كده. يعني الصحابه رضي الله عنهم جميعا كانوا بياخدوا نيه كده في العمل بتاعهم، ان وهم بيعملوا حاجه بياخدوا نيه مثلا ان ده على روح حد. ده مثلا ان انت بتتعلم حاجه فانت بتوهب العلم اللي انت اتعلمته ده وبتفيد بيه ناس تانية على روح حد مثلا، او ان انت بتتعلم ده من اجل ان انت تدعم قضيه معينه، او من اجل مثلا نصره المسلمين. فكل الحاجات دي انت ممكن ان انتوا تاخدوها في الاعتبار كده، وتبداوا ان انتوا تاخدوا نيه على ده. ويعني في حاجات كتير جدا، يعني مؤسسات كتير جدا بدات ان هي تساعد نعملوا كراتين لاخواتنا. زي ما انا نزلت برضو كنا في تعبئه. اظن ان انا صورت فيديوهات على الانستجرام، ونزلت فيديوهات على الفيسبوك عندي على الاكونت، ونزلت حتى عندي على اليوتيوب وقلت ان انا في تعبئه كراتين مواد طبيه لاخواتنا في غزه. فيعني شوف انت تقدر تعمل ايه واعمله. تقدر تتبرع اتبرع، تقدر تنزل تعبي معاهم كراتين اعمل كده، تقدر تكلم الناس ان هي تتبرع اعمل برضو كده، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان انت تدعم القضيه، وتدنك دايما فاكر القضيه دي. وبس كده، هم دول كانوا كلمتين خواف كده بمناسبه القضيه. سلام. زي الفل. لذينه. يا صباح الفل. طبعا هو مساء الفل طبعا، لا مساء الفل. انا ايه اللي انا عملته ده؟ استنوا تاني خليها في الكواليس. هو الواحد بعد ما كل ما عادش بيجمع، صح؟ انا حاسس ان هو يا مساء الفل.